اسمي حمزة محمد علي. جينا الشرطة من هون، اجا النقيب مالك، اخذنا من هون عندنا على بوران، اشتلنا. بعد ما اشتلنا قال قطع على وجهه، قام يسبني مدري ايش. قلت له، قال مين قرب على البنت ولاك؟ قلنا له والله يا معلم مو احنا. قال حمص وشران، شوف تعرفوا انت اللي مو انت. عندما وصلنا هونيك اجا المعلم اسامه، قتلنا. بعد القتل كل شيء قال نزلوا مع تواليت، خلينا ننظف تواليتات. نظفنا التواليتات بظافرنا، خلانا ننظف التواليتات كلياتنا. اخر شيء قال يلا بدك تلحسوا التواليتات بلسانكم، واحنا ما رضينا. ضربني قال يلا نظف التواليت بلسانك، انا ما فعلت. قام كل شيء ضربوني مشان اضرب الحس التواليت بلساني، ما فعلت. بعد الشيء هذا كله ثاني نهار الصبح التحقيق اجا اسامه، المعلم اسامه، ربطوني من جيب الباروده وقام يضربوني. اثنين رافعين واثنين يضربوني. ضربوني. بعد هالشيء فوتوني على السجن على اساس بده يكهربوني. جابوا الكهرباء هين بالسجن جوا بالغرف. بعد ما يفضوني على اساس رحت عند القاضي على اساس ما عندي كل شيء، انا طلعت بريء وشيتين. طلعت اخلاء سبيل، ما علي كل شيء، كله شو اسمه كذب. طلعت اخلاء سبيل. بعد ما طلعت اخلاء سبيل الشيء هذا كله وين راحني؟ انا حقي مين بياخذ لي اياه؟ يعني ما لنا حدا هين لاجئين وشياتين. كل الشيء هذا بعد المهانه وشياتين انه طلعنا بريئين، ما بي الشيء هذا، وخلونا ننظف تواليتات بدينا وشياشين وانا اخويا، وكل ظلم. مين بده ياخذون الحق الشيء هذا؟ الله لا سامحهم ما سوى بينا الشيء هذا، واحنا ما سوينا الموضوع خالص.